السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم شباب؟ شو أخباركم؟ شلون ممكن نحول الفيديو إلى نص؟ يعني هذا الفيديو أطلع بالكتابة مالته، ممكن أستخدم تفريغ الفيديو أسوي كتابة أو أستخدمه. المهم يا أخوان، زي ما تشوفون هذا شلون خلينا الكتابة تظهر وخلينا الفيديو واحد. يا أخوان هذا هذا التطبيق يعني مجاني من مايكروسوفت. يعني من أنا أخذ الطريقة مثبت وأنتم نزلوه بكل سهولة، ما يحتاج أي شيء يعني. أصلًا بسرعة ما في شيء أسهل ما هنا يا أخوان اضغط على إنشاء فيديو جديد. يا أخوان أول ما تفتح البرنامج راح يطلع لك بهذا الشكل، اضغط على السيارة الوسط، وهنا الفيديو اللي أنا أريد أدوره هنا مثل موجود هنا، أضغط عليه. ممكن أضغط على الزائد، ممكن أسحبه وأخليه هنا. أروح على هاي مالت الصوت التسمية التوضيحية، هنا التجربة الآن أضغط عليها. هنا شوفوا شنو لغة الفيديو أنت تريدها، أو إنجليزي عربي. المهم هو الفيديو يطلع مو بس هاي اللغات حتى اللهجات، بس شوفها قدامك عربي عربي عربي، بس هو ماكو كلمات يعني. يعني عربية العراق، عربية الكويت، عربية المغرب، نفس الشي يعني. أبغى أي شي اختارها. فاز تحيات من الفلسطين. يا إخوان شوف، هذا راح يكمل من هنا، نكمل حسب الإنترنت اللي عندك، نكمل تاخذ النص تنسخ من هنا وأنت وين ما تريد تعوّد. هنا هذا النص، هنا أضغط من هني، أضغط على اليمين الماوس يعني الفارة، وأرفع، وإنه أضغط على كنترول سي. يعني هسه أضغط باليمنى على في كنترول يدخله بالنص، على الفارة هو ماكو، على الماوس ماكو، فشنو أضغط على كنترول سي. هسه ممكن هو لين أخلص الفيديو، بس أنتم إذا تريدون يعني اجتهاد من عندي راح أكمل لكم يعني. شوفوا يا أخوان، النص هسه مثلًا راح ييجي من هنا. هذا النص اللي نسخته، ممكن أنا أحذفه من علامة الوقت. أقهوي وقت رسي زد، أحذف هاي. هسه النص مثل ما هو يعني قصدي. ممكن أني أريد أغير بالنص، أقول الذكاء الصناعي هسه مثلًا هاي. مثلًا أنا شوف هنا ماكو علاقة بالكتاب، لأن أني والذكاء الصناعي متفاهمين، وأنا أكتب شلون ما كان الذكاء الصناعي يفتهمني. أقول له راح أرسل لك نص أنت سويه بالفصحى والأخير مو بس قول لا تنسون تصلون على الحبيب. شوف أنا أدري رحت أصلّي أدري بيها غلط. صلّى على الحبيب وسلم غير بالنص 10 كلمات، النص المعدل خلّي وحدة واكتب قائمة الكلمات المغيّرة. أنا دزيت هذا النص ودز هذا من هنا. بعدين أني لقيت له أول كان كيف أنا ضجت، قلت له علامات الوقت هي مو موجودة. المهم أنا تفهمنا أنا وياه. بعد شنو صرت، بعد كل ما أريد أرسل له نص هسه بدي أرسل له هذا النص هو راح يرتب لي إياه. ممكن أنت مو كل ما تدخل الذكاء الاصطناعي، يعني هسه أنا حافهمك بس شوية. أنا مخلي الذكاء الاصطناعي هنا يعني هذا، إذا أكيد تعرف أنت، إذا ما تعرف شلون تنسخه. الشي تسوي له نسخ، مثل أنت يمكن مثلًا تدخل أول مرة الذكاء الاصطناعي يسوي له نسخ ترسيب ويتسوى النوب. تسوي وحدة جديدة مثل هاي ما عندك. أنا دا أفهمك يعني وحدة وحدة. تجي وإضافة هنا، أروح على الثانية ما لك شغلة بالأولى، هذا الاسم ماله كنترول في تم، هذا طلع لي هنا. أحذفها أي ما أريده، طلع هنا. هسه نحذف واحدة منهن. هسه أول ما يظهر لك حيظهر لك شي، يظهر لك شي. أنت شنو تقول له، أنت شنو قبل صار أسبوع تقول له تحويل النص هذا القديم، تضغط عليه. ضغطت عليه ما لك شغل بالدنيا، ما لك علاقة، لأن القديم ما تتعب واحد عليهم. أو إذا صار لك أسبوع من بعد راح يطلع لك الأيام الماضية، ما هي ما طلع هنا يعني. هاي تحويل النص للفصحى هنا راح تصير. فأنت كل ما عندك نص بس تقول له هيجي هو افتهمك. بس خل نرجع نشغل لغينا النسخ هنا. مجرد قل له كنترول في هي، ما لك يلا بعلامة وقت هو يسوي كان يعني النص يكون بحيث يبين ما مسوخ. هاي الشيء إذا كنت أنا هذا ليش طولت الفيديو. أكو أشخاص ممكن يحتاجونه أو ممكن ما يحتاجون، اللي عليه أسوي لا تنسون تخلوا لايك ولا تشتركوا بالقناة، لأن اشتراككم بالقناة ياخذون مني فلوس الدولة. الله بيساو.